السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمع الكبير والفرحة السعيدة التي جمعت كل القلوب المحبة لعيد الأم وللأم المثالية، يوم لا ينسى، يوم كبير واحتفال كبير. الفرحة مش قادر أعبر بيها رغم اختلاط الفرحة بشوية حزن مع أغنية فايزة أحمد، لأن كل واحد افتكر الست والدته. الله يرحم الأمهات ويبارك لنا في الأمهات اللي هم لا زالوا يعطوا من قلوبهم وصحتهم وعمرهم للأجيال القادمة. النهارده أنا عبد الله عبد الظاهر بحييكم من علميين اسكندرية. بصراحة أنا شخصيا كضيف عندي سعادة لا توصف بهذا الجمع الكبير من نقابة العاملين بالجامعة بالاسكندرية. نقول تحية للاسكندرية. غادة منسي حصلها على الدكتوراه الشهر اللي فات. طيب، وكمان من المناسبة الجميلة هنكرم الدكتورة غادة منسي لحصولها على الدكتوراه في الشهر الماضي. تحية كبيرة للدكتورة غادة منسي، نحييها ونتمنى لها حصول على درجات أعلى. أهلا وسهلا دكتورة غادة منسي، تحب تقول إيه في اللقاء النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الأول أنا ممتنة لحضور الجميع اليوم الجميل دوت، وطبعا يعني كلمة شكر الماما دي حاجة يعني قليلة جدا، وطبعا كل أم مصرية وكل أم عاملة كل الاحترام والتقدير ليها. وبشكر اللجنة النقابية، لجنة المستشفيات وجامعة اسكندرية على المجهود الجميل والمتميز اللي بتمتعنا بيه كل سنة، وهو دوت اللي احنا متوقعينه دايما منهم، ودايما من نجاح لنجاح إن شاء الله. شكرا دكتورة غادة منسي، ونتمنى لك مزيد من الحصول على الدكتوراه، أعلى من الدكتوراه، تبقى أستاذة دكتورة إن شاء الله. عمار يا اسكندرية، عمار يا مصر. عبد الله عبد الظاهر يحييكم من علميين اسكندرية. شكرا لهذا الجمع الكريم، شكرا لكل من قام بتنظيم هذا العمل الإنساني الكبير. شكرا للأمهات المثاليات اللي حضروا النهارده وفرحونا فرحة كبيرة جدا. شكرا للدكتورة